أزكابوريا لو أزأزوني هأزأز البقى في قدي ما تنزلش. بما اني في بورسعيد الفترة دي كان لازم اخدكم معايا جولة لسوق السمك، تشوفوا سوق السمك الجديد. هو ما بقاش جديد، هو بقى له كام سنة، بس بالنسبة لنا بنقول عليه او دايما بنقول عليه السوق السمك الجديد، لان سوق السمك كان الاول حاجة تانية خالص، ما كانش بالنظام ده وما كانش بالجمال ده. طبعا اول ما دخلت كان في محل كده اسمه ملوك السمك. ملوك السمك عنده السمك تقدري تشتريه وتقدري كمان تسوي عنده لو حتى جايبه السمك من بره. هنا تعالوا معايا نعرف عنده الاسعار. انا هنا هبتدي ان انا اساله الاسعار كام عنده عشان تشوفوا وتاخدوا فكره عن الاسعار عنده عامله ازاي. حضرتك ده البوري ب 130 الحجم ده، الحجم ده ب 130. الحجم ده اللي هو الكيلو كام سمكه؟ ده الوسط، الكيلو الوسط. تقريبا 2 دوت الكيلو الاثنين كيلو ونص. شايفاه كبير ما شاء الله. ده اول واحد حضرتك. ده كل ده سمك ده بحر. حضرتك تلاقي السمك مختلف احجامه بيبقى بحر. لو حجم واحد بيبقى مزارع لان بيحصدوها في وقت واحد. تمام. انما البحر انت عارف بقى يعني اسر السمك ده. ففي الصغير في الكبير. تمام. ده 120. ده اسمه ده قطع اللي هو اصغر من البوري. من البوري ده فصيله. أيوة. البوري ده حضرتك البلطي ده برضو اخد من البوغاز بتاعنا هنا ميه مالحه. غير بتاع المزارع برضو وغير النيلي. اسعاره كام بقى؟ ده 90 جنيه. 90 جنيه. سمك سمين وحلو. جمبري بلدي ده اسمه بلدي. ده سويسي. ده جمبري سويسي احمر ما شاء الله. ده الجمبري الازاز. ده الازاز. وده الاماراتي. ده اماراتي يعني مستورد اماراتي بس طعمه حلو زي البلدي، طعمه تحفه يعني، بحرهم حلو برضو يعني. الناس بتطلبه برضو. ده اللوت. سمكه اللوت دي سمكه ممكن تناولنا واحده كده لف كده. سمك اللوت ده ممتاز جدا. شوربه ومقلي جزل ومقلي جزل ومشوي جزل وصينيه. ايوه. هات الكبيره دي كده. اتفضل صعب. انتوا عاملين فسيخ، انا شم ريحه فسيخ تحفه. انا شميت ريحته فجاه وانا واقفه. ده فسيخ هايل بتاع شم النسيم ده. ما شاء الله تحفه. وده باكلوت حضرتك. دي سمكه اللوت سمكه ممتازه جدا. ما شاء الله. الكيلو بيتراوح من 160 ل 180. ما شاء الله. ده سمك اللوت ده. فحضرتك الوقار الحلبيش اسمه وقار حلبيش لما يبقى صغير كده. الغطيان الموسى ممتازه. الغطيان الموسى دي سعرها عالي شويه لان سمكه يعني بتاع سويسي زي الجمبري كده. 350 الكيلو. الصغير بتاعها ب 280. في الاخطبوط حضرتك بقى. ده الاخطبوط. الاخطبوط. شوفوا بقى الفرق عشان الناس اللي بتفكر وده ان السبيط او السيبيا احنا بنقول عليها في بورسعيد سيبيا. تمام. هم في اسكندريه يقولوا سبيط والقاهره. ده الفرق بينها، ده مش اخطبوط. لا ده مش اخطبوط. دي سيبيا ودي الاخطبوط اللي ممكن نقول اسمه حبار مثلا. أيوة اللي في البحر عشان في الحبر بتاعه يعني. حبار او سبيط او سيبيا. انما دي الاخطبوط اللي الناس بتتلخبط. وغير الكاليماري كمان. الكاليماري مقفول. لما بالظبط بتتفتح وممكن نحشيها ونخيطها. ايوه بالظبط كده. ما هو انت كلامك كله بورسعيد يا فندم. المعلومات كلها بورسعيد. أيوة. ودي طبعا الكابوريا النوتي. ما شاء الله. دي كابوريا مبطرخه كلها. ما شاء الله. ده بقى اللي في بورسعيد بنقول عليه لا مؤاخذه. ايوه اللي هي بيض السيبيا. أيوة بيض السيبيا. هنا في بورسعيد بيسموه لا مؤاخذه. ايوه. وتبقى سعرها كام؟ الطبق ده بكام؟ ده ب 350 الكيلو. 350 الكيلو. دوت ده 350 كيلو وربع يعني. عامل حوالي 90 جنيه. دي طبعا بطارخ. دي بطارخ بوري. بطارخ بوري بتتعمل طاجن وبتتعمل مشوي زبده. أيوة. وبتتعمل مقلي. ما شاء الله. وده بيتشوى وبيتعمل يا اما مشوي كده ساده. أيوة. عليه البهارات بس او بيتعمل فاهيتا صوص الباربيكيو والهوت صوص. انتوا عندكم هنا بتسووا الاكل؟ بنسوي مطعم كامل. لو حضرتك جايبه حاجه من بره ممكن نسويها بسعر التسويه بس. أيوة. والقعده هنا ظريفه. المطعم بيساع 300 فرد. ما شاء الله. نرجع تاني للحلبيش. الحلبيش ديت حاجه اوريها لك برضه لو تسمح. الحلبيش ده الوقار، فصيله الوقار ال 111. بيسموه وقار 111 عشان في الاصلي والتقليد. ده بيسترعوه. وقار 111. بص حضرتك ده في هنا 111. مقارنه بين الهامور والسمان. بالظبط كده. الله يبارك فيك. ده معلوماتك هايله. خلي بالك جامد يعني. بالظبط كده. وبحر احمر دوت 111. دي بتبقى واضحه في خده هنا. الكبير بتاعه يعني. دي حلبيش صغيره انما الكبير بتاعه وقار. الوقار. وبيقولوا عليه الهامور في الدول العربيه يعني. ودي المكرونه. اسكندريه بتتشهر بيها قوي. وفي القاروص اللي فوقها
انما ده على طول قاروص. قاروص ده لحمه نضيف جدا برضه. وده بربوني بيسموه عنبر. عنبر مش الاحمر. لا ده اسمه عنبر. ده السويس اللي مشهوره بيه يعني. تقارنيه بين السلطان محمود وده شفش حضرتك، دي سمكه الشفش. ده حكايه في الاكل، ده سمكه الشفش. دي بحر ما ينفعش تتزرع. شفش. دي سمكه ما بتتزرعش يعني. نادرا كده ما بتطلع. قريبه من اللوت والوقار في نفس الوقت. سمكه نادره. طبعا اللوت ده الكبير دي سمكه اللوت الكبيره دي اسمها لاج. لما بتبقى بالحجم ده بتبقى لاج. شكرا لحضرتك تحت امرك يا هانم، والله نورتونا ان شاء الله. يعني. الله يبارك في عمرك انتوا. هنكمل بقى جولتنا من جوه سوق السمك، المحلات الصغيره والبياعين. خليكم معايا لاخر الفيديو هتستفادوا دي تونة جدا. على فكره من اغلى كل الاسماك. لا قولي له فين. ما شاء الله. دي سمك التونه، ودي من اسرع الاسماك في البحر. اسرع الاسماك في البحر سمك القشور. تبقى الجنب ده كله، بيبقى الجنب ده مليان عضل ناحيه الديل. الجزء ده من داخل تلاقيه لونه رمادي او لونه داكن. طبعا كل الاسماك الموجوده بجد طازه. انا ما روحتش عند حد السمك عنده مش طازه. كل الناس السمك بتاعها طازه، بس طبعا انت بتتفرجي وبتشوفي بعدين بتستقري على افضل سعر بالنسبه لك. وهنا كنا في محل قديم قوي معروف من زمان اسمه مزروع. كنت بسمع اسمه من وانا يعني لسه ما اتجوزتش من مامتي الله يرحمها، لانها كانت متعوده تشتري الاسماك بنفسها. بصوا بقى ما شاء الله السمك عنده عامل ازاي. ده الحنشان ده بيتسلخ، الجلد بتاعه بيتسلخ، بتعمليه بقى في صينيه بطاطس، بيبقى تحفه جدا. بس السمكه تقيله جدا جدا يعني، بيبقى دسم قوي. وكان عنده كمان الشبار الاخضر، كنت نفسي جدا اشتري منه بس لقيته مش مبطرخ، فقلت هشوف حد تاني. المهم عنده كمان البوري باحجامه، وعنده كمان اللوت، وعنده كل حاجه. خلينا نتكلم معاه عن الاسعار واسمعوا بنفسكم. وكام موسى بكام عندك؟ الموسى تعمل فيه 300 وفي تعمل 280 280 وفي تعمل 500 ل 4 في الكيلو. كبيرة قوي. بقى ايه؟ بربوني اهو. باغة. وده الشخرم، وده البربوني، وده البوري. دنيس. طب قول لنا الاسعار. يعني بالنسبه للاسعار بتبقى يعني ايه؟ يعني مثلا البوري. يعني مثلا البوري الصغير ده قطع بكام؟ عامل 100 جنيه بس. 100 جنيه. ده كيلو 3 سمكات مثلا. كيلو 3 سمكات. 3 4. وعندي الشباب الابيض كام؟ ده عامل 80. ده بعد الزيادات. وده الشكال مبطرخ ده عامل 70 جنيه ولا حاجه. كان برضه من الحاجات اللي الناس مش عارفاها. حاجه كده زي الجمبري شويه، بين الجمبري بكابوريا كده شويه. كابوريا. الشكال مش هتبان الا لما نحطها جنب جمبريه. بس نفس تأشير الجمبري. دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. الجمبري شويه غالي، انما الاشكال ارخص. ده اشكال ارخص شويه. معاك كابوريا بالبطارخ اللي قال لنا. الله بقى الراجل ده بقى كسر القاعده. هو بيلعب على الكابوريا أيوة بالبطرخه بقى، من جاوي. بصوا بقى الكابوريا بقى. بص بقى هيقول لك بقى دي الكرة ولا نت؟ دي نوتي طبعا. ليه؟ عشان بطرخه. شايفين البطارخ طالعه لبره دي ولا التاسعه دي بالتاسعه دي. بصي في قاعده ثانيه. شوفي دي مش مثلثه. امسكها ازاي؟ دي مش مثلثه من ظهرها كده يعني. خدها يا استاذ. ظهرها تيجي كده. امسك واحده ووريني. ده ولا ده؟ تيجي من ظهرها. استنى عشان ايه ده؟ من ظهرها. شوفي ايدي فين. تيجي من ودنها كده بصوا بقى حيه لسه. مره عضتني طبعا. يا باشا. بس خد بالك عضتها وحشه. عضتها وحشه قوي. بالبطارخ. ما شاء الله. حيه لا جامده. حيه وطازه مفيش هتلاقوها كلام. عند اسماك التوحيد. سردين ب 80 اهو. سردين ما شاء الله حلو بلدي. حاجه سردينه دي. السردين ده بلدي. ولا قوه الا بالله. سردين على جمبري الجمبري جنبه. دي. دي باين عليها ما شاء الله. حاجه جمبري ده. حجم الجامبو. ارجعي تاني هنا. ده بقى الفرق بين بصي. الذكوره والنوتي. دي الذكر. استنى. بصي اجيب لك اهي. بصي دي. قول لك. دي الفرق بينهم. قول لك. بصي دي. كده واحده. الجزء ده تقدري تعرفي منه، يعني الجزء ده شوفوا عاملين ازاي. واضحه اهي. شوفي اهي دي. واضحه. ودي. بصوا اهي الجزء اللي هو مقفول، الحته اللي بتتقفل منها الكابوريا بتبقى عامله كده، لكن في الذكر بتبقى عامله كده. كابوريا. مختلفه، بتبقى جنب بعض.
لحالك يا عم. اسماك القرش اسمه القرش. كاليماري، هلود، وبوري، ما شاء الله. شبر مفتح. شبر عندك في مطرح ده بالوحده كل سعره بكام بقى البطارخ المبطرخ؟ 120. عامل 100 وكام؟ 120. 120. وهنا حطيت في دماغي اسم المحل ده علشان ارجع تاني اجيب منه لو ما لقيتش حد تاني سعره احسن. ده نوع من السمك سجان صافي. سجان بطاطا صافي المسمى واحد. بصراحة تنوع رهيب جدا جدا في انواع الاسماك، تخليكي محتارة تجيبي ايه ولا ايه. كل حاجة حلوة وجميلة، واحلى حاجة ان الحاجة قدامك طازة. وهقول لكم في اخر الفيديو بقى هنعمل ايه عشان نسوي الكلام ده قبل ما نروح يا دوب نعمل رزنا في البيت ويبقى تمام التمام. انا كنت بسأل عن البكلاويز ده، بس جوزي قال لي ان ده من اسوأ انواع البكلاويز، اللي هو لونه فاتح ده، واللي جنبه بقى ده اللي هو الطويل ده ولونه بني، ده اسمه بلح البحر. بصراحة انا ما جربتش بلح البحر قبل كده، بس اللي متعودة اكله وبحبه جدا هو البكلاويز التاني اللي لونه حجري شوية. 80. بس ما اكدبش عليكم، في طفره كبيره جدا جدا في غلاء الاسعار، خلتني مستغربه قوي. اسماك كانت ب20 وب30 جنيه اصبحت دلوقتي 80 و90، واللي كان ب80 بقى ب200، وارقام خياليه بجد من الغلاء. مش عارفه اقول ايه بصراحه، غير الله يكون بعون الناس. 50 و70 دي ب 70. اللي هي الكرة نفر 70. 50 ريت دي نفر برضه. والنوتي ميكي عندي حاجه 70 وعندي حاجه 120. حاجة 120 وحاجة ب70. ايه الفرق طيب بين الاثنين يعني؟ حجم. لكن الاثنين مبطرخة؟ انتهي. تمام. ممكن توضح لنا الفرق بين السيبيا والكاليماري كده؟ لا انا عارفة الكاليماري اهي والسيبيا. ورينا الفرق في الشكل. دي عامله زي المؤاخذه القرطاس. قرطاس بيبقى مقفول. الكاليماري. عشان في ناس بتقعد تقول لا الاثنين زي بعض. لا مش زي بعض. السيبيا بتبقى بتتفتح من الجنب. ودي بتبيض ودي ما بتبيضش. ايوه دي بتبيض ودي مش بتبيض. بقول لك ودي منضفينها. ودي لا مش متنضفه على فكره، هي كده دي اللي متنضفه متنضفة. بس الجزء ده، لكن اللي هي الجزء الثاني اللي جوه مش متنضف. لا متنضف جاهزه العينين بس اللي مش متنضفه. العينين بس. تمام. يعني انت بتبيع بتنظيفها اصلا. ما شاء الله. بكام بقى بالتنظيف؟ التنظيف ب 300. 300. الثانيه ب 230 600 جرام. ب 230 مش متنضفه خالص. بينضفوا لي بتبقى 600 جرام. لان هي بيطلع منها تنظيف كتير. بتخس. تمام شكرا ليك. تاني عليها سجان. بكام السجام؟ 200. تمام. وده سمك لوت؟ اللوت ما شاء الله حجم كبير. انت بتبيع السمكه على بعضها ولا بتقطعها؟ لا على بعضها. على بعضها. ممكن تطلع كام السمكه مثلا 5 يعني كيلو؟ في 5 وفي 4 وفي 3 في 2 ونص كده يعني. على حسب وزنها. دي كام الكيلو بتاعها؟ 150. 150. اسمها ايه؟ دي سواد او وقار. متاكد انها وقار؟ هو الوار 3 انواع. 3 انواع بس في الاسم سواد. سواده. الله. دي لسه حيه. حيه جديده. حيه بصي. بس دي ذكوره. دي كرة على قلوب. انا في الميموريا دي نتايه. هنبكي عليك. ما بتباعش كل واحده لوحدها؟ لا ببيعها ميكس عادي، بس اللي عاوز نتايات بنقله، اللي عاوز دكتوره بنقله. والبكلاويز بكام البكلاويز عندك؟ 120. 120. بلد. دي الزلغانه اللي هي النيدل فيش، زلغانه. اللي هي العومه. نيدل فيش. بورسعيد هنا اسمها الزلغانه. شايفه نيدل علشان المنقار. حد يقول لي دي بتتاكل ازاي؟ زي الجمبري يعني اكلها كلها على بعضها كده؟ بس بتقص، دي اللي بتقص. انت بتبيع سمك هنا؟ لا تبع فرن، يعني انت لو عايزه حاجه سويها. انت بتشوي يعني؟ الشان اهوت. الناس ما بتدقش. الناس ما بتدقش. حنشان. وده الحنشان بيتسلق ده بقى ويتعمل صينيه بطاطس محترمه. وده اسماك حافظ، من الاسماء برضو المعروفه جدا في سوق السمك، بس ما كانش في حد ان احنا نتكلم معاه. هنا بقى اتفاجئنا بسمكيه كده جميله كيوته قوي، المفروض انها سمكه قرش بس هي كيوته قوي يعني. البعاء الكبير اللي ورا ده هتجيبيه كله. ده كبير. ده اكبر شويه.
انت حاطط لها ديكور هنا اخطبوط. تعالى على ديت بقى الكبيره اللي ورا ديت هتجيبها في ملهاش سنان اهي مش هتاكل حد. وفاتح بقها بالقراصه كابوريا. ديت اسمها قطط. بكام الشبار عندك؟ 80 تقريبا كله قال لي 80. بس الدعاء الكبير دوت هتجيبوه كله من ورا. ده جمبري اسمه جمبري ايه؟ هزاز. يبقى هو الفرق اللي بيبقى فيه خطه كتير كده يبقى اسمه هزاز. دوت ولد سويسي. تعملها كده. سكه جمبريه واحده. ايوه كده. نبقى بقى لا جمبريات بس جمبريات. وعندي جوه سمك بره. وكام السيبي عندك؟ 300. 300. لان دي اي حجم عندك 300 اي حجم. كبير او صغير هو بيجي في بعضه كده. ماشي كده. انا حاسه ان انتوا مكسوفين وانتوا بتقولوا الاسعار ليه؟ الدنيا غاليه. حاسه كده. غاليه وغاليه على السباق. ربنا يكون في عون الناس يا رب. سعره كام؟ سعر القرش. ده الكيلو بيعمل 100. السمكه طعمها مش حلو. لا. ممكن دي ياكلها السلخ أو يطلبها. كلها وبتتقطع بتبقى لحمه زي اللحمه الضاني بالظبط لان بتتخلق. اتعمل صينيه بطاطس والرز حاجه ما شاء الله. شكرا. هي كده. عايزه اسال بس حاجه، ليه الشبار ده لونه اسود وليه الشبار ده لونه فاتح؟ ده اخضر. ده شبار ايه؟ اخضر. اخضر جواب. اخضر جوابي. بس ده مش جوابي، ده احنا كبير عارفين بقى. الجوابي ده صغير. كبير. ده حجم كبير منه. الحجم الكبير ده بتاعه. مزارع. مزارع ميه حاجه. مزارع ميه حاجه. مزارع ميه حد. وده ده ابيض شبار ابيض. مزارع برضه. مزارع برضو يعني انت صريح. ده اسمه شبار اخضر وده شبار ابيض. ده شبار اخضر وده شبار ابيض. ده اللي بيتقلى. ده حلو في القلي وده حلو في الشوي. ايوه مظبوط. ايوه في بول كبير اهوت. بور كبير حلو ده في التمليح وفي اتعمل صياديه. الشوربه والصياديه والكلام ده. اتعمل ماك. اسماك البنه. انا ماشيه كده لقيت البطروخ الضخم ده بطروخ سمكه. وده سمك ايه ده؟ الاحمر ده بطروخ تونه. شايفين ما شاء الله الحجم عامل ازاي؟ كده طلعوا التونه ونضفوها. ودي لحمه تونه برضو. بيوزنها هنا اهو مقطعها وبيبدا يوزنها. شفيت لحمه التونه وبدات ان انت تعبيها في اطباق كده. ما شاء الله حلو جدا. بس هي لون التونه بيبقى افتح من كده في العلب، هي ليه هنا غامقه؟ في الاكل بتفتح. الاكل ده الطبيخ هي اللي بتبقى بيضه. بس دي لونها ده قبل الطبيخ. ما شاء الله. بتتعمل شيش. بتبقى جميله زي الاكل. وايه تاني؟ بتتعمل طاجن. احلى من اللحمه. طب سعرها كام بقى؟ كيلو عامل 150. كيلو عامل 150. نص سعر اللحمه، اقل من نص. لا بس ده لحمه صح. ايوه هي كنوع من انواع بروتين يعني حاجه كويسه. حاجه كويسه. بس يعني شيش طاووق بس كلمه. لا شيش وصينيه وصينيه بطاطس صينيه بطاطس صياديه. ما تطلعش زفره. لا هي اصلا انا بصراحه ما جربتهاش. احلى من اللحمه. هي احلى من اللحمه كمان. ما شاء الله يعني. ما شاء الله. دي تمام. تونه بحر متوسط. تمام شكرا. بتفرق. تفرق في ايه زياد بقى؟ لا تفرق في حاجات كتير. بتاعت البحر الاحمر بتبقى شده وطعمها اقل من دي في الجوده. البحر الاحمر اعلى. ثانيا اللي هي التبان بتاعت البحر الاحمر تبقى طعمها اقل من دي في الجوده وبتبقى غامقه. يعني تبقى اغمق من دي. تبقى معظمها عضل، بتلاقي بني معظمها. ده سهيلي. ده هليل. هليل. يعني ايه الفرق بينه وبين السهيل؟ ده فص بيبقى ساعة شويه عن السيف. سايح. وهنا اخترت المحل اللي اسمه الاسماك القرش، يعني مكتوب عليه اسماك القرش لكن هو اسمه في الكارت اسماك بمبم. اشتريت منه الشبر الاخضر عشان كان بالواحده، يعني كل السمك بيبقى مبطرخ، اللي بالواحده ده بيبقى سعره اعلى شويه بس بيبقى كله مبطرخ. ده الكرد.
لا ده شو. هنا بقى محلات الشوي، وعايزه اقول لكم ان قدامها في ترابيزات وشماسي محطوطه عشان الناس اللي يجي زياره يوم واحد لبورسعيد تقدر تشوي سمك وتقعد تاكله في نفس المكان، وبعد كده تقدر تكمل اليوم في بورسعيد وتروح، ومش هتتكلف كتير لان هي طبعا المكان هتاخدي السمك هتشويه ب10 جنيه الكيلو، يعني الموضوع مش مكلف خالص. انا سعر الشوي الكيلو ب 10 جنيه. كيلو ب 10 جنيه بتشوي؟ لا، بتعمل كل- اي حاجه ثانيه غير الشوي رده ولا كل حاجه؟ سنجاري، بعمل سمك سنجاري وسمك مقلي وسمك محشي. عندي هنا الشطه والتوابل اهو، بحط عليه دقه محبوشه وليمون، شطه وليمونات وحاجات كتيره زي توابل. عندنا توابل بلا بيضه الفراي اهو. ما شاء الله عليك. شيف بقى جامد انت ما شاء الله. هو انا تحس ان انت عامله في البيت. لا، ما هو انا معمول في فرن هنا، ده كفاءته مش زي البيت طبعا. لا ما شاء الله والله حلو جدا. احلى حاجه بتشووا السمك الصغير. يعني انا اسفه ان انا عندي كده السمك صغير. بصوا بقى السمكه بتتقشر ازاي. السمكه بتتقشر وهي صغيره جدا مشويه شويه محترمه. هقول لكم الكلمه الدارجه بقى لما تروحي للفران قولي له عايزه اشوي السمك شويه مطري. تسلم ايدك. الف عين يا حاج. انزلي على الكابوريا. دي كابوريا مشويه اهي. كابوريا مشويه. ما شاء الله. واحلى حاجه برضو انت تجيب السمك من نفس المكان وتشوي وتروح. بصراحة كانت جولة ممتعة جدا، يا رب تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم زينب زياد.